السلام عليكم. اليومين دول الجزر والبرتقان ماليين السوق وتمنهم رخيص. الجزر الكيلو ونص ب10 جنيه، والبرتقان البلدي الكيلو ونص ب10 جنيه. يلا نستغل الفرصة ونعمل مربى جزر بالبرتقان بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف عملناها ازاي. جبت كيلو من الجزر بشرته بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهجيب كمان كيلو من البرتقان وهبشر الجزء الاصفر بس. انا عايزة الجزء الاصفر بس باليمة الناعمة بتاعت المبشرة. هاخد الجزء الاصفر بس، خلي بالك ما تخشش على الجزء الابيض لان ده بيسبب مراره. انا استخدمت برتقان بلدي، انتوا ممكن تستخدموا برتقان بسرعه عادي، بس انا بفضل البرتقان البلدي. ليه؟ لان بتبقى نكهته اقوى وبيبقى مليان ميه. وبعد كده هشيل بقى الجزء الابيض ده زي ما انا قلت لكم وارميه، لان هو ده اللي بيسبب المراره. تمام كده. وبعد كده قطعيه بقى باي شكل. انا قطعته كده طرنشات عشان اشيل البذر. حاولي تشيلي البذر، ما تخليش بذر، لان برضو البذر ده بيعمل مراره بعد كده. اظن مفيش اسهل من كده، طريقه سهله جدا وبسيطه كده. خلاص خلصنا. هنحطه في حله بقى ونحط عليه سكر. هنحط عليه نص كيلو من السكر. تمام كده. بعد ما هنحط السكر هنسيبه بقى منقوع في السكر ساعة، ساعتين، 3 لو وقتك يسمح، 4. ويا سلام بقى لو بيتيه. أنا بيته في التلاجة لتاني يوم. كل ما تسيبيه مع السكر يشرب من السكر كده ويبقى إيه. بعد بقى ما هنسيبه كده منقوع في السكر حبه حلوين زي ما قلت لكم، هنرفعه على النار. اول ما يغلي غلوه هنروح مهدين عليه النار تماما. هنحط عود من القرفه وهنهدي بقى عليه النار ونسيبها كده ايه، تاخد وتدي كده مع نفسها. شوفوا بقى الجمال بقى، بتستوي بقى كده وبتتهري كده في بعضها البرتقان والجزر، وتشرب السكر وتبقى حاجة عظمة، طعم ولون وريحة مش قادرة اقول لكم. حلوة وسهلة وبسيطة. لو عجبتكم الفكرة شيروها مع اصحابكم، والسلام عليكم.